المنتج محمود اسماعيل كان عايز يحول المسلسل بتاع توحة اللي كان بيتذاع في الراديو لفيلم، وطبعا طبيعي ان تحية هي اللي تعمله. لكن لما راح لتحية عشان يتفق معاها قالت له هاخد 2500 جنيه. طبعا هو رفض، المبلغ ده كان كبير جدا، ده غير انه كان معروف عنه ان هو بخيل قوي. فراح جايب هند تعمل الدور، وساعتها الفيلم ده كسر الدنيا، وهند حست ان هي خدت بطارها من توحة. وما خلصتش بقى حكاية توحة مع هند على كده، لا، دي زادت بقى لما فريد الأطرش سنة 67 قال ان هو بيحضر لفيلم مع هند رستم وفيلم تاني مع تحية كاريوكا. وطبعا لما توحة سمعت الكلام ده طلعت قالت ان فريد بيحب يشتغل مع الخدامات، وساعتها فريد زعل جدا من تحية كاريوكا وقال لها اطلعي يا توحة كدبي الخبر، وهي رفضت. فهو طبعا راح ساحب منها الدور وراح مديه لهند رستم، ده في فيلم الخروج من الجنة. وبعد وفاة مامة هند بالسرطان، هند جالها وسواس قهري من المرض ده، وبدأت كل شوية تروح لدكتور وكلهم يقولوا لها ان ما عندهاش حاجة، وكل دكتور كان بيرجع لها الكشف، والله كتر خيره. لغايه ما راحت لدكتور محمد فياض، وهو كان دكتور نسا مشهور جدا، والاتنين وقعوا في حب بعض من اول كشف، والكشف التاني كان طلب منها الجواز وهي وافقت. على فكره الدكتور محمد كان طيب قوي معاها، وكان حبهم حب افلاطون.